امي كام يوم تعبت، فاني واخواتي قاعدين تحت رجليه وهي ليل ونهار تشتم فينا. يا ولاد اللي مش عارفه ايه سايبيني لوحدي، يا وليه بصي حواليك طول النهار قاعدين. منكم لله انتوا مش بارين بي. طب نعمل ايه عشان يبقى مبربرين بيك ياما؟ السيناريو اللي في دماغي احنا ما نبقاش بارين بيه وناكل ورثه ونطردها من الشقه وتقعد هي في الشارع شكل الناس المتسولين اللي شعرهم بفلفل دي اللي مش عارفين ياكلوا ولا يشربوا ولا يستحموا وبتاع ويجي بقى خلف الاسوار تقعد تحكي له ان عيالها اكلوا ورثها وان هي مش لاقيه تاكل وانها مرميه في الشارع. قوم بقى الناس ووزاره التضامن يتعطفوا معاهي وقوموا مدخلينها ضرب سنين وتروح تكتب في مذكرات وتكتب وتحكي حكايتها للشعب وحكايتها تدرس له بقى. عيالها داسوا علي كانوا حقه ورموها في الشارع. هي بقى السيناريو اللي في دماغها بيبوظ كل ما تلاقينا قلالات الادب وبرين به يعني ده عكس طموحاتي. انا لقيت نفسها مرميه في بيتها عادي والدنيا زي الفل. نيجي مثلا بالليل انا اقول لها يا امي انت عايزه تاكلي ايه؟ تقول لي شوفي بقى التعبانين بياكلوا ايه يا اختي. اقول لها طب اعمل لك شوربه فراخ شوربه خضار يا امي عشان تقدري تبلعيه. نبقى متفقين بين بالليل اهو. كمان الفجر احضر لها الاكل لاجل خاطر تقوم تاكل وتاخد دواء. هي تسمعني بكركب في المطبخ بتعمل ايه يا بيت؟ اقولها بعمل واكل يا امي بعمل واكل عشان خاطر تاكلي. انت سالتيني اني هاكل ايه؟ يا ماما يا عفريت اللي كان واقف جنب السرير امبارح بيسالك. يا ماما احنا اتفقنا ياما ما اتفقنا يا ولاي. انت ما بتجيبليش سوايل ترم عظمي ليه؟ اقولها ابو شوربه الفراخ دي مش سوايل يا امي يعني ما انت عايزه طيب تقول لي لا انا عايزه فراوله وعايزه موز وعايزه فيتامين سي عايزه جوافي. اقول لها حاضر يا امي. يطلع الصبح وهلفح هدوم علي واروح اجيب لك اللي انت عايزاه يا امي. ده انت تؤمري. تقولي لا انا رجل هشيف دلوقتي. طب اجيب لك منان يا امي؟ محدش فاتح يا ولي محدش فاتح يا ولي هتنقطيني يا امي. اقول لها حاضر يا امي نام يا حبيبتي والصبح ان شاء الله اجيب. بتاخديني على قد عقلي يا بنت الدزمه. لا هو انت فاكراني كبرت وخرفت ومخي فواد؟ ما انت تربيتك تربيه وسخ. ماني ما عرفتش اربيك. اقول لها يا امي ده انا جايبه من النوم عشان اطبخ لك. تقول لي لكن انت ما كنتش عايزه تقومي تطبخ لي. امال انا مين اللي هيقوم يطبخ لي يا بيت؟ لو انا حملت في بطني 9 شهور وانت كأنها بتطلب مني الايجار. يا قعدتي في بطنها 9 شهور ونزلتك ورضعتك وحمتك وفلتك وكبرتك وخلتك شحطة كده عشان ما تقوميش تطبخي لي. اقول لها يا امي ماني جايمه زي فردة الشيب وبطبخ لك اهو يا امي. تقول لا بس حاساكي متجله كده. بصوا عايزه ارطب على وشي. اقول طب انت عايزه يا امي؟ تقول لي ناولين الدواء. اروح عشان اتلفى الدواء. هي اللي طلبت. هي بعيدة عني انا واقفة على اول السرير وهي جوه. اقوم اني مثلا من اولها شنطة الدواء هدفعها لها كده عشان تيجي. ما تربتيش انتي سافلي بترمي الدواء في وشي. ما تقومي يا بنتي ترفصيني برجلك. ماني معرفتش يا ربي. بترمي الدواء كلباني اني كلبي بترمي الدواء واني تعبانه. اقول لها مش قصدي يا امي حقك علي. تقول لي خدي الدواء وتعالي ادهوني بادب يا اللي ما تربتيش. اقول لها حاضر يا امي انت تؤمر يا امي. وكنا اني بولع في نفسي من جوه كات. كنا اني بغلي كات. اجي اديها الدواء وهي لسه بتحط اول كبسوله في بوجها. ما بتقولي ليش يما انت ما اكلتيش لقمه لاجل خاطر تحطي الدواء في بوجك؟ عايزاني اموت؟ عايزاني اموت وتخلصي مني يا هند؟
وتقوم معيطي. انا في الوقت ده ابقى عايزه اقول اقتلني، اكتب احط في نفسي سبراكيت. وتقعد تحكي لك في قصص بقى، تقعد تحكي لك تقول هتزهقوا مني امتى؟ هترموني امتى في ضرب سنين؟ طب احنا رميناكي فان يما عشان تقولي هترموني امتى في ضرب سنين؟ هنرميكي لا يما، هنرميكي انت زي الفل يا، بس لو لسانك دي يسكت، لسانك يمي. اجاني بقى خلاص عشان خاطر اكله. تقعد بقى الصينيه قدامها على رجلها، تقعد بقى عامله لي كده. لا طب فيها يا ما هتاكلي امتى؟ ماني لو خلفت عيال وتمر فيهم التربيه كنت جاتي وكلتيني. ده بقى موال اوسخ من اي موال تاني عشان تبقي متفقين. اجي اكلها شربي، بتديني الشوربه سخنه لا، عايزه تحرقي لي زوراي، طب برديها لي. يعني كنت ببرد لكم الحاجه وانتوا صغيرين، ما تشيلونيش وانا كبري. حطيت لها رز، مش عارفه اكل ياللي تنوي ايدي، بج ما يستحملش معلقه الرز دي كلها. قصدك اللي انا مفجوعه، ما يملاش عنها الا التراب، مليها على الاخر لا. سايبه الرز وسايبه الشرب، ندخل على الفراخ يمكن يكون دي فيها الامل. هي بقى بتعمل دلوقتي تيست للفراخ، ان كانت الفراخ دي صبحه عند الراجل مستويه ولا مش مستويه، ان كانت مهريه قوي زياده عن اللزوم تقول لي انت بتعامليني معامله اطفال. مسويها لي لها واني برضع. طيب المره الجايه عملتها لها نص سوا، مش عارفه اكلها اللي تنوي ايدي.